هي دي مصر وهو ده الجيش المصري، وهم دول المصريين اللي هبوا أو فزعوا لنجدة الأشقاء في ليبيا. زي ما حضراتكم شايفين قوات الجيش المصري العظيم بتصطف استعدادا للتوجه إلى ليبيا لمساعدة أشقائنا اللي تعرضوا لإعصار مدمر في الحقيقة. يعني أنا لم أتمالك دموعي وأنا أشاهد الفيديوهات والاستغاثات وانهيار السدود الموجودة في منطقة درنا اللي جابت عليها سفينها. تصوروا حضراتكم مدينة درنا دي الليبية دي بتقع في وادي مطل على البحر، السد في أعلى الجبل. لما انهار خد المية خدت المدينة ونزل بها البحر. أنا شخصيا كصحفي متابع لم أكن أتوقع أبدا أن يكون حجم الدمار بهذا الشكل، كأن المدينة أو المناطق المحيطة بها انضربت بقنبلة ذرية. مشاهد دامية مؤلمة. إحنا حتى كمصريين يعني الأعداد الأولية للضحايا أنا بسميهم شهداء الإعصار حوالي 200 مصري حتى الآن، منهم 74 واحد في قرية الشريف في بني سويف، ودي طبعا حضراتكم شفتوا الفيديوهات مأساوية الحقيقة. فاحنا جرحنا واحد وفرحنا واحد زي ما بنقول مع كل الاشقاء العرب ومع ليبيا بالذات، لان ليبيا دوله مجاوره وبتربطنا بيهم علاقات واواصر قرابه وصداقه. والقبائل العربيه وابناء اولاد علي ممتده في مصر وفي ليبيا. يعني دي قضيه محسومه في الحقيقه. الفيديو اللي انا بعرضه لحضراتكم ده طبعا يمكن لسه قبل قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان أسامة عسكر وبيستعرضوا اصطفاف القوات تمهيدا لعبورها إلى ليبيا. زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو ده قوات معدات آليات المساعدة في إخلاء الطرق وإعادة تعبيدها من جديد أو رصفها من جديد، في أدوية، في احتياجات معيشية، في مواد غذائية، في عناصر الهلال الأحمر المصري وعناصر قوات التدخل الخاصة بالقوات المصرية. كل هذا المشهد الرائع في الحقيقة طبعا ده واجب علينا كمصر أم الدنيا وأم العرب في الحقيقة. دايما الرجال تظل معادنهم في الشدائد. موقف مصر في الحقيقة يعني أنا دايما بقول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. وانا زي كل المصريين نتمنى ان احنا نكون موجودين في هذه القوات دلوقتي ونعبر الى ليبيا عشان نشارك في اغاثه الاشقاء في ليبيا في الحقيقه. يعني غير ان هو واجب وطني وواجب قومي وواجب عروبي، هو واجب ديني ايضا وواجب اخلاقي علينا كمصريين. واعتقد يعني ان المشاهد الاوليه اللي بثت فور وقوع الكارثه في ليبيا عرضت لبعض النماذج المصرية اللي كانوا بيشاركوا الأشقاء في ليبيا في إنقاذ الضحايا والمساعدة في انتشال الجثث. يمكن حتى واحد مصري سواق لودر كان داخل في وسط الإعصار ونجح في إنقاذ 2 مواطنين من ليبيا في أعلى سقف المنزل. يعني ما فيش فرق بين مصريين أو ليبيين. الأمر جلل والمصيبة عظيمة جدا في الحقيقة. لكن عايز اقول ان سبحان الله ماتت قريه وولد وطن من جديد. اطراف النزاع الموجودين في ليبيا توحدوا بشكل رائع. يمكن شفنا قوات جايه من بنغازي بتعبر الى درنا، وطرفي النزاع حكومه ديبابا وحكومه او الطرف الاخر في المعادله السياسيه في ليبيا كلهم اجتمعوا وكلهم بيتوحدوا لمواجهه هذه الكارثه. سبحان الله بقول دبلوماسيه الزلزال بقى، يعني دي رب ضاره نافعه. توحد الليبيون على اثر الكارثه الكبرى التي المت بهم. ارجع تاني للفيديو اللي بعرضه لحضراتكم. وان شاء الله ان شاء الله يعني القوات المصريه وجيشنا المصري العظيم دائما وابدا بيقف السند والدعم والدرع لاشقائنا العرب، مش في ليبيا بس، في الحقيقه في كل الوطن العربي. يمكن اتذكر نفس الاصطفاف والمشهد الرائع ده لما اهالينا في غزه تعرضوا لعدوان اسرائيلي وعبرت القوات المصريه
لإعادة إعمار غزة. وبالفعل غزة تحولت تماما دلوقتي بفضل التواجد والدعم المصري الكبير اللي قدمته مصر في فترة الهجوم الإسرائيلي على غزة، والدعم اللي وصل حوالي نص مليار دولار، رغم حاجة المصريين وحاجة مصر لكل مليم زي ما بنقول. لكن ما بنبخل، وده واجب علينا على أشقائنا العرب وأشقائنا في ليبيا اللي احنا كلنا بنتضامن. والحزن يملأ ويدمي القلوب في الحقيقة، تأثرا بالمشاهد اللي احنا شفناها. يا جماعة هناك كارثة، هناك مصيبة في ليبيا في الحقيقة. حتى هذه اللحظة العدد، بعض التقارير العلمية بتتحدث عن 20 و30 ألف ضحية، لكن أنا في تصوري هيزيد العدد عن كده، لأن بصراحة يعني نتحدث عن تسونامي أو عن هجوم من الماء أو فيضان من الماء وصل ارتفاع المية إلى 30 متر، حاجة مذهلة في الحقيقة. رحم الله الشهداء، أنا بسميهم شهداء، وألهم ذويهم الصبر والسلوان. حتى عندنا في مصر والمصابين في كل محافظات مصر والضحايا في كل أو في بعض محافظات مصر، وتحديدا في محافظة بني سويف اللي قلت لحضراتكم مأساة إنسانية كاملة. ندعو الله لهم ولكل الشعوب العربية بالسلامة، وأن يرحم موتانا وموتى الكارثة في ليبيا. وتحية لجيشنا المصري العظيم والقيادة السياسية في الحقيقة اللي هبت برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة لتقديم هذا الدعم الفوري للأشقاء. وهنتابع مع حضراتكم جهود الإغاثة والدعم اللي بتقدمه مصر وكل العالم للأشقاء في ليبيا. رحمة الله على شهداء فيضان أو إعصار الذي ضرب ليبيا. بشكركم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن.